الانواع دي من الدهون لو التزمتي بيها في اكلك، لو في تجاعيد في وشك هتفردها لك وهتعبي لك التجاعيد، ولو ما فيش تجاعيد وانت في مرحله سنيه صغيره هتحميكي من ظهور التجاعيد المبكره، هتحميكي من بهتان البشره، هتنور لك الوشك. غير كده هتديكي صحه وطاقه وحيويه ونشاط غير عادي، وحاجه ببلاش موجوده في مطبخنا كلنا ومش هتكلفنا اي حاجه. الدهون الطبيعيه اللي ندخلها لاكلنا زي ايه؟ خلي بالك عشان ما تخلطيش بين الحاجات الطبيعيه والحاجات النباتيه. الدهون النباتيه والمهدرجه هي دي اللي بتبهدل الجسم. حاجات طبيعيه زي ايه؟ السمنه البلدي، وسمنه بلدي من مصدر انت واثقه فيه، مش سمنه مهدرجه ولا السمن النباتي اللي بيتباع في السوق. سمنه بلدي من اللي بتتعمل عندنا في الفلاحين. سمنه بلدي سواء جايه من لبن بقري او من لبن جاموسي. اخرك في اليوم معلقه زي دي، تحطيها بقى على الرز، تحطيها على اي حاجه بتاكليها، المهم اخرك في اليوم معلقه زي دي. زيت الزيتون، زيت زيتون يكون بكر انت من مكان انت واثقه فيه، اخرك في زيت الزيتون برضو معلقه. ممكن تاخديها الصبح تعصري عليها نص ليمونه وتاخديها على الريق الصبح، او ممكن تحطيها على طبق السلطه بتاعك. ممكن تحطيها على شويه لبن او شويه زبادي بالطريقه اللي انت بتحبيها. المهم معلقه صغيره من زيت الزيتون في اليوم. زيت بذر الكتان من الحاجات التحفه جدا، بالذات للناس اللي سنها فوق ال40، من الحاجات اللي بترفع هرمون الاستروجين عند السيدات، من الحاجات الحلوه جدا اللي بتحمي من تجاعيد البشره. حلوه جدا برضو. معلقه صغيره ممكن تاخديها على الريق الصبح، او ممكن تحطيها على طبق السلطه بتاعك. منتجات الالبان اللي انت بتاخديها ما تاخديش حاجه نص دسم وخالي الدسم، كل ده صدقوني كلام فاضي. خدي حاجتك كامله الدسم، ما تاخديش نص دسم ولا الكلام من ده. الزبادي واللبن الرايب يفضل تعمليهم بنفسك وما فيهمش اي حاجه. هاتي كيلو لبن من لبان انت واثقه فيه ان هو ما يكونش اللبن بتاعه مغشوش، وحطيه في علبه بايركس، وحطيه في مكان مقفول في فرن البوتاجاز بتاعك او في الدولاب مقفول، وسيبيه لمده 48 ساعه. ما تفتحيش عليه وما تشيليش العلبه من مكانها، وبعد 48 ساعه طلعيه هتلاقي عندك اللبن رايب، او تقدر تقولي عليه لبن رايب، تقدري تقولي عليه زبادي. المهم هتلاقيه حاجه كده تحفه. ما تحطيش عليه اي اضافات خالص. في ناس بتحط خل، في ناس لا، ما تعمليش اي حاجه خالص، زي ما هو كده من عند اللبان. فضيه عندك في الحاجه اللي هتحطيه فيها، وسيبيه في المكان المقفول ده لمده 48 ساعه. كلي في حجم علبه الزبادي كده مره في اليوم، هاخدي منه حبه كده، حطي عليهم شويه سمسم، حطي عليهم معلقه زيت زيتون، معلقه بذر كتان، عصري نص ليمونه في اليوم كده. خدي كميه قد دي وكليها بالليل او الصبح زي ما انت عايزه. المهم ان هي تكون كامله الدسم. في الكام سنه الاخرانيين اثبتت الدراسات ان الدهون الطبيعيه ما بتعملش مشاكل في الجسم زي ما احنا كنا عارفين. بالعكس، دي بترفع نسبه الطاقه في الجسم، بدليل ان هم عملوا رجيم مخصوص اللي هو رجيم الكيتو. رجيم بيعتمد اساسا على الدهون الطبيعيه، وبيتعمل للاوزان الثقيله، وكمان بتخس. يعني مش بياخدوه لصحه وبس، لا بيخسوا وصحتهم بتبقى كويسه جدا. حذروا بس من الدهون المهدرجه والدهون النباتيه. اهم حاجه ان مصادر الدهون اللي انت بتاخديها بتكون من مكان موثوق فيه، ما تكونش حاجه مغشوشه ولا حاجه مخلطه، عشان تاخدي الفايده بتاعتك كامله وما يحصلش اي اثار جانبيه ليكي. وفي نفس الوقت مش معنى ان احنا قلنا احنا هناخد دهون كامله الدسم ودهون طبيعيه ان احنا نفتحها على البحري، لا طبعا. احنا بناخد بكميات معقوله زي ما قلت لك، علشان ما نخشش في ان الخلايا تبتدي تعبي دهون ويبتدي الجسم يخزن دهون ويحصل سمنه. واحلى صباح عليكم، واتمنى تكونوا استفدتوا بالفيديو ده، واشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله.